السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد، وإن شاء الله نتكلم في الفيديو ده عن مشاريع شهر رمضان في 2023. طيب احنا عارفين طبعا ان شهر رمضان ان شاء الله من اول دلوقتي، يعني لسه له حوالي شهرين بالكتير يعني. طيب انت المفروض تجهز نفسك لو انت عايز تكسب فعلا فلوس وعايز تعمل مشروع وتستفيد من شهر رمضان، انك تكسب فلوس فيه. طيب اول حاجة انا هقولك على كام مشروع انت ممكن تبدأ فيهم. ايا كان المجال اللي انت هتحبه فيهم انت ممكن تبدأ فيه، ما فيش اي مشكلة. المهم انك تبدأ من دلوقتي وتبدأ تجهز نفسك من دلوقتي، عشان اول ما يدخل الشهر ان شاء الله تضمن انك هتكسب فلوس بإذن الله. طيب اول مشروع معانا ان شاء الله هو بيع الحلويات اونلاين. سواء ممكن اصلا انت تبيعه اونلاين، وممكن لو عندك مثلا محل انت ممكن تبيعه اوفلاين كمان. يعني ممكن تستفيد من الحتتين، من الجهتين يعني، سواء اونلاين او اوفلاين. اونلاين انت ممكن تعمل صفحة على الفيسبوك او على الانستجرام او ايا كان انت هتسوق ازاي، وتستهدف الناس اللي هم من منطقتك. تستهدفهم ازاي؟ انك تروج ليهم سواء بالاعلانات الممولة او الاعلانات المجانية، سواء على الجروبات على الفيسبوك، او تستهدفهم بالاعلانات الممولة انك تستهدف الناس اللي من منطقتك انت، انك تبيع لهم الحلويات دي. طيب الحلويات دي المفروض يكون طبعا شكلها حلو، الجودة بتاعتها حلوة، عشان يطلبوا منك لو الحاجة عجبتهم، يطلبوا منك كل يوم، او اما بيحتاجوا هم يعرفوك من اول اوردر طبعا بيعملوه، وبياخدوا فكرة حلوة عن المنتج بتاعك انه منتج كويس، فبيطلبوا منك منتج مرة واتنين وتلاتة، وبيقولوا لاصحابهم، وده في حد ذاته انهم بيسوقوا ليك كمان. طيب دي اول حاجة. طبعا الحلويات ممكن انت ممكن تبيع مثلا التورت، الحلويات طبعا الشرقية. طبعا الحلويات اللي هي معروفة بتتعمل في رمضان وبتتاكل في رمضان، سواء الكنافة والحاجات دي، انت ممكن تعملها وتبيعها اونلاين او اوفلاين. على حسب طبعا ايه انت بتعرف تعمل ايه، او انت ممكن تقدر تقدم ايه. المهم انك تبدأ وما توقفش يعني نفسك. طيب تاني مشروع معانا هو بيع الفوانيس والهدايا. طبعا الفوانيس في رمضان مفيش فيها كلام، مفيش بيت ما بيشتريش فوانيس، مفيش اطفال ما بتشتريش فوانيس، مفيش شارع في مصر خصوصا ما بيعلقش فانوس رمضان. انت ممكن تستفيد من الموضوع ده انك تبيع الفوانيس والهدايا دي. طبعا الهدايا مثلا زي برضو الفوانيس بتكون مثلا هدايا، في فوانيس مثلا كبيرة بتتعلق، وفي فوانيس مثلا صغيرة. انت ممكن تشكل نفسك، تجيب مثلا فوانيس حجمها كبير، فوانيس حجمها متوسط، فوانيس حجمها صغير. وطبعا كل حاجة بتكون بسعرها، وكل حاجة حسب الجودة بتاعتها والخامة بتاعتها. طبعا انت ممكن تشتري جملة طبعا من التجار الكبار او من المستوردين. طبعا ليهم صفحات على الفيسبوك، وليهم جروبات على الفيسبوك، انت ممكن تبحث عنها وتوصل لمستورد لو انت ما تعرفش، وبتتفق مع المستورد او مع التاجر اللي هيجيب لك الكمية، وبيجيبها لك مثلا في الوقت المحدد. وانت بتبدأ بقى تسوق للحاجة بتاعتك اللي هي الفوانيس او الهدايا اللي انت هتقدمها، وبتبدأ تبيع وبتبدأ تكسب فلوس طبعا. ده كان تاني مشروع معانا انت ممكن تكسب بيه فلوس عن اونلاين او اوفلاين برضو في شهر رمضان. طيب المشروع التالت اللي معانا اللي هو بيع الملابس. طيب ايه علاقة الملابس بشهر رمضان اصلا؟ الملابس شهر رمضان بيجي بعده العيد على طول. العيد طبعا الناس بتكون مجهزة نفسها للبس العيد الجديد، ودي حاجة يعني معروفة في معظم الدول العربية وفي العالم كله. بيجيبوا لبس العيد. لبس العيد بيجيبوه طبعا، مش هيجيبوه في العيد، بيجيبوه قبله. يعني اللي هو شهر رمضان بيجيب، وفي ناس بتجيبه من قبل شهر رمضان كمان، بتكون مجهزة لبس العيد من قبلها بشهرين وتلاتة كمان.
فانت هتستغل الفرصة دي انك تبيع ملابس. ممكن طبعا تشتري الملابس دي من تجار الجملة او من المستوردين، او لو انت ما معكش فلوس فانا ارشح لك انك تبدأ تسوق الحاجات دي من عن طريق مواقع التسويق بالعمولة زي موقع تاجر. وفي مواقع انا اتكلمت عنها كتير. انت ممكن تشوف الفيديوهات عندي في القناة، هتلاقيني بتكلم عن مواقع التسويق بالعمولة. بس كده، انا كنت ده حبيت اشاركه معاكم. لو انت عايز تفاصيل اكتر او المشروع اللي انت حابب تبدأ فيه وعايز تفاصيل اكتر فيه، اكتب لي في الكومنتات ايه هو المشروع اللي انت حابب تبدأ فيه من دول، وانا ان شاء الله هنزل لك فيديو بالتفصيل عنه. لو انت حابب ما تنساش تشترك في القناة اهم حاجة، عشان هنعمل يعني فيديوهات كتير بيتكلم عن المشاريع في رمضان، خصوصا الايام دي قبل ما رمضان يبدأ، عشان تكون مهيئ نفسك ومجهز نفسك كويس انك تحقق ربح فعلا في شهر رمضان، وتستغل الشهر الكريم ده في انك تعمل فلوس كتير. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومع السلامة.